النهاردة هنعمل مع بعض الرز البسمتي بطريقة بسيطة جدا وسهلة. ازاي يطلع معاكي مفلفل وازاي يطلع لونه جميل اصفر قوي كده. يلا بينا نسمي الله. متنسيش الفيديو لو عجبك الاشتراك واللايك وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك كل وصفة احنا بنعملها. يلا بينا بقى نسمي الله ونبدأ ونشوف هنعمله ازاي مع بعض. أول حاجة حطيت حلة على النار، حطيت فيها معلقة كبيرة من السمنة وضفت لها كمان معلقة من الزيت. لو حابة تستخدمي الزبدة تستبدليها بالسمنة والزبدة مفيش مشكلة. بعد كده نزلنا ببصلة مبشورة رفيعة جدا وقلبتها كده مع السمنة والزيت، وبعد كده نزلت بالبهارات. كان عندي ورق لورا، عود من القرفة، حبهان، كمان عندي ليمون مجفف. كل ده قلبته ومكعب من الملح، قلبته كده مع حمصته كويس قوي مع البصلة مع السمنة والزيت، ولازم يتحمص عشان يدي تطعيمة حلوة قوي للرز. هنا استخدمت كوباية ونص من الرز. غسلتهم، كنت نقعهم بتاع نص ساعة، صفيتهم من المية وبعد كده حطيتهم بقى في ومعلقة من الكركم، وابتديت أحمره كده أو أقلبه كده مع السمنة والزيت. كنت محضرة مية سخنة. هنا أنا استخدمت كوباية ونص رز، حطيت لها 3 كوبايات من المية. طبعا هندوقه ونشوف الملح بتاعه. بعد ما حطيت الملح ودقته تمام كده، فهبتدي أغطيه وأسيبه. مجرد ما بتشرب ميته يبتدي كده يشرب ميته، شايفين الصفار والجمال ومفلفل ازاي. هبتدي بقى أغطي عليه العين لغاية ما يستوي خالص ويبقى مفلفل وجميل بالشكل ده كده. ما خدش وقت وطلع جميل جدا زي ما انتم شايفين. طبعا معلقة الكركم بتديله تطعيمة وبتديله لون حلو قوي. تمام كده، فهسيبه برضو لقيته لسه عايز سوا شوية، فهوطي العين عليه واسيبه لغاية ما يستوي ويبقى تمام. بعد كده حبايبي غرفته زي ما انتم شايفين كده، جميل جدا مفلفل مش سايح ولا اي حاجة، شايفين. حبيت اوريكم بس ان هو مفلفل وزي العسل، جميل جدا. طريقته بسيطة خالص لكن ما فيش غنى عنه في رمضان في العزومات. بيبقى جميل جدا على سفرتك كده لو عندك ضيوف. أتمنى وصفتنا تعجبكم وأشوفكم بخير. باي باي.